ايه رأيك نقول ان هي ظروف قهرية؟ ايه رأيك نقول ان احنا من صلاحياتنا نخصم ثلاثة وثلاثة لا بكيفنا ومحدش يراجعنا لان قراراتنا مطلقة ومفيش حد سلطة اكبر ينفع تناقشها. طب انت يا محترم يا اللي ربنا وهبك العقل وبتفكر، انت راضي؟ مبسوط؟ انت مبسوط بالطريقة دي؟ مبسوط بحاجة بتاخدها بالشكل ده؟ انت راضي؟ ايوه. طب راضي يبقى انت راجل ما عندكش ضمير، معدوم الضمير، بتفرح بحاجة مش حقك. يا ضلالي يا ضلالي. كل زملكاوي محترم، كل زملكاوي بيغير على فريقه، ما تستناش اي حقوق في المنظومه دي. القانون هيطبق عليك لوحدك، العقوبات هتشيلها لوحدك، القانون مش هيطبق على حد الا انت. تنسحب يتخصم منك، غيرك ينسحب نلاقي له صرفه، نلاقي له حكايه. والمشكله الاكبر من دي انه بيفرح لما بيكسب بالاسلوب ده، ولما بياخد بطوله بالاسلوب ده بيبقى مبسوط. متخيل الضماير ماتت لحد فين؟ متخيل الوضاعه؟ النادي الوضيع اللي انت بتنافسه وصل لحد فين بمشجعينه؟ متخيل؟ لا، اول حاجه اللي تغيظك بقى ايه؟ اللجنه او لجنه الانضباط في قراراتها او في حيثياتها بتقول لك ايه؟ احنا بنوصي رابطه الانديه بالغاء المادتين مش عارف كام وكام، اللي هم فيما معناهم ايه بقى؟ ان اي فريق منسحب فيما بعد يتطبق عليه العقوبه على طول، وقتي يتخصم منه 6 وقتي يتخصم منه 6 نقط على طول. ليه؟ عشان ما يبقاش في فرصه ليك انت يا غلبان يا مسكين انت او غيرك ان انت تعمل زي ما عمل الننوس. مفيش فرصه. يعني ايه مفيش فرصه؟ يعني لو قررت انت يا باشا بمنتهى الاراده كده انت ما تروحش الماتش زي ما غيرك ما راحش، تخصم منك 6 على طول وانت واقف، انت او غيرك. ان غيرك ما يروحش، اصل يا باشا ظرف طارئ، اصل نشوف له صرفه، نشوف له نقول مثلا ايه رايك نقول ان هي ظروف قهريه؟ ايه رايك نقول ان احنا من صلاحياتنا نخصم ثلاثة وثلاثة لا بكيفنا ومحدش يراجعنا لان قراراتنا مطلقه ومفيش حد سلطه اكبر ينفع تناقشها. طب انت يا محترم يا اللي ربنا وهبك العقل وبتفكر، انت راضي؟ مبسوط؟ انت مبسوط بالطريقه دي؟ مبسوط بحاجه بتاخدها بالشكل ده؟ انت اللي ربنا وهبك العقل وبتفكر مبسوط بحاجه بتاخدها بالشكل ده؟ ولا انت عشان اتعودت؟ ما هو بالعقل، يا انت انسحبت او ما رحتش زي ما انت بتقول يتطبق عليك القانون زي ما هو، يا اما كل ده لاغي والماتش يتعاد ويبقى انت بقى ايه؟ معاك حق. لكن الرأس على السلم في النص ده عشان ارضيك، انت راضي؟ ايوه. طب راضي يبقى انت راجل ما عندكش ضمير، معدوم الضمير، بتفرح بحاجه مش حقك. تفرح بحاجه مش حقك يبقى انت راضي بحاجه مش حقك. لو انت بقى مش راضي بس القرار ده اتعمل غصب عنك، يبقى دي بقى حاجه تانية. دي بقى حاجه، يبقى انت راجل محترم او عندك نسبه احترام، لان انا اشك في ان اساسا في حد بيشجع بقفاه كده او بظهره عنده حته احترام. مش قادر تقول كلمه الحق، مش قادر تقولها، مش قادر تقول انا يا جماعه والله القرار ده مش عاجبني، القرار ده انا مثلا كمشجع للننوس مش عاجبني لان ده مش حقي. مش قادر تقولها، فانت راضي بالظلم، راضي بالقرف ده. فانت زيك زيهم. يعني حتى لو انت مش عاجبك القرار وعارف ان هو قرار ظالم، بس انت مش قادر تقول، يعني مش قادر تقول كلمه الحق، زيك زيهم يا باشا، ما انت شيطان اخرس. ربنا والله 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 كل حد بيشارك في القرف ده هيتحاسب. ربنا يكون في عون جمهور الزمالك، اقسم بالله ربنا يكون في عون اي حد ممكن ينافس الننوس ده في اي حته، في اي حاجه، في افريقيا، في مصر، في اي حته. يا راجل ده البطوله التاريخيه اللي بنوا عليها كل بطولاتهم الافريقيه بتاعت 2006 بتاعت ابو تريكه في الصفاقسي دي، لو رجعت الماتش وشفت الملخص بتاعه هتعرف الصفاقسي اتظلم قد ايه في الماتش ده. ومن بعديها فتحت 2006 و8 ولحد النهارده واخدين 12. بيقول لك اصل مش عارف مين جاب فينا مره جون بايده. يا عم ده انت، يا عم ده انت البطوله التاريخيه اللي ابو تريكه والجون بالشمال وتنطيط و2006 ومش عارف ايه. يا باشا انت واخدها بالكوسه، اتلغى له جون وانت مغطي بفدان اتحسب اوفسايد واتبسطت وفرحت. يا ضلالي يا ضلالي. كل يعني مشكله ان حتى يعني المشجعين بتوعهم ضلاليه معدومين الضمير شبههم. ربنا يكون في عون جمهور الزمالك، اقسم بالله ربنا يكون في عون اي حد ممكن ينافس الننوس ده في اي حته، في اي حاجه، في افريقيا، في مصر، في اي حته.